كام واحد افتكر ان المصري القديم رمى عروسة في النيل. الحكاية دي اتقالت في العصر الروماني في مصر، لما قرر المؤرخ اليوناني بلوتراك يكتب عن ملوك مصر القديمة، فكتب عن ملك إيجيبتوس اللي توقف في عهده فيضان النيل لمدة 7 سنين، وقرر أحد الكهنة ينصحه إن يرمي بنته كقربان للنيل، وفعلا سمع الملك كلامه ورمى بنته، ولكن حزن بعديها حزن شديد وقرر يرمي نفسه وراها. ودي كانت أول قصة روجت إن المصريين بيرموا عروسة في النيل. ابتدت بعد كده القصة تتقال على لسان كل شخص ولكن بشكل مختلف، والثابت فيها إن المصريين بيرموا عروسة في النيل. بس تعالوا بقى نشوف القصة دي ليها دلائل أثرية عندنا. الحقيقة إن مفيش ولا دليل أثري بيقول إن المصري القديم توارث العادة دي، ولو كان فيه كان المصري القديم كتبها من ضمن مراسم الاحتفال بأعياد. ولم يذكر أبدا إن المصري القديم قدم قرابين بشرية للآلهة.